هلو، ازيكم؟ كويسين؟ زي الفل. يلا بينا. بتبدا الحكايه مع موكب تابع للجيش بيوصلوا شخصيه مهمه جدا اسمه توني ستارك. توني ستارك ده راجل ذكي جدا وصاحب مصنع اسلحه، والجيش بقى جايبه علشان توني يوريهم سلاح جديد من اختراعه. لكن اسامه كانوا ماشيين في الطريق وسط الصحراء، فجاه كده بيحصل عليهم هجوم شديد جدا نتج عنه ان كل القوه اللي مع توني ستارك كلهم ماتوا ما عدا توني. ولكن حتى توني برضه ما سابش في حاله، وفجاه كده بيترمى جنبه صاروخ من تصنيع شركته هو. ده اللي خلى توني يستغرب جدا ازاي الناس الاعداء معاهم اسلحه وصواريخ من شركته هو. ولكن توني ملحقش يستغرب، وده لان الصاروخ في اللحظه دي انفجر، فتوني بيتصاب منه بشظايا كتيره جدا. وعلشان نفهم الحكايه والموضوع هنرجع قبل اللحظه دي ب 36 ساعه تحديدا في حفله معموله على شرف توني ستارك. ولكن رغم كده توني ما كانش موجود في الحفله، ولما جه وقته علشان يستلم الجايزه توني طبعا ما كانش موجود، فبالتالي شريكه اللي في المصنع اللي اسمه اوبادايا هو اللي استلم الجايزه مكانه. اما توني فكان مقضيها مروق على نفسه، فصديقه اللي اسمه رودي في اللحظه دي بيروح له بيقول له: ايه يا عم، بقى انا فاحت نفسي في الحفله ورزعت عليك خطاب حماسي ليا 3 ايام بألف فيه، وانت في الاخر ما تجيش تستلم الجايزه بتاعتك؟ ما تقدرنا شويه يا عم توني. توني قال له: يا عم اهدى بس شويه، بقول لك ايه، خد انفخ في الظهر كده يمكن اكسب، علشان من الصبح مش بكسب. رودي قال له: ظهر ايه وزفت ايه، بقول لك ايه، احنا بكره ورانا مشوار مهم جدا اوعى تكون ناسيه، هنقابل جنرالات الجيش الامريكي علشان نقدم لهم العرض بتاع سلاحك الجديد، فاوعى يا توني تتاخر على ميعادك، مش ناقصه هي. وسابه ومشي. اما توني فكمل سهرته عادي خالص، وبعد كده هو كمان بيروح. وتاني يوم وهو في البيت بتجيله السكرتيره بتاعته اللي اسمها بيبر، بتقول له على مواعيده والحاجات اللي وراه، وبعد كده بتقول له: مش انا عيد ميلادي كان امبارح؟ توني قال لها: بجد؟ طيب بقول لك ايه، يبقى هاتيلك هديه على حسابي. فبيبر قالت له: ما انا عملت كده فعلا. توني قال لها: بجد؟ طيب وايه رايك، الهديه حلوه؟ بيبر قالت له: مش قادر اقول لك قد ايه ذوقك حلو قوي يعني، وبقول لك ايه بالمناسبه، يعني انت متاخر على صديقك رودي. فتوني قال لها: يا نهار ازرق، ده ميعاده كان من 3 ساعات. وعلى طول توني بيروح لصديقه رودي واللي كان واقف مستنيه على باب الطياره ومش طايق نفسه. رودي قال له: في ايه يا عم، انت شحال ما كنتش مأكد عليك امبارح؟ توني قال له: خلاص يا عم اديني جيت اهو، ودلوقتي انا اللي مستنيك، يلا بينا. لا ده انت باجي قوي يا ده توني بقى، بقول لك ايه يا رودي، ارميه من فوق السلم. المهم الطياره بتتحرك وهما الاتنين بيسافروا على افغانستان علشان توني يوري الجيش الامريكي السلاح الجديد بتاعه، واللي كان تحديدا عباره عن صاروخ اسمه جيريكو. الصاروخ ده لما اتضرب كان التاثير بتاعه قوي جدا، يعني لو حد من وسط الناس اللي واقفه دي عنده جيوب انفيه يبقى الله يعينه. المهم طبعا جنرالات الجيش الامريكي اول ما بيشوفوا الصاروخ ده بينبهروا وبيشتروا من توني مجموعه صواريخ كبيره جدا. توني بعد كده موكب من الجيش بياخده علشان يوصله، ولكن زي ما شفنا في البدايه الموكب بتاعه بيحصل له كمين، وتوني بيتصاب اصابه شديده جدا. مش بس كده، ده كمان بيتاخد اسير. وتوني بعد كده لما بيفوق بيلاقي نفسه محبوس جوه مغاره كبيره جدا، وفي جهاز صغير كده غريب شويه محطوط على صدره، والجهاز ده متوصل ببطاريه عربيه. فتوني لسه فايق بقى مش فاهم اللي حصل ولا هو فين ولا ايه اللي على صدره ده. في اللحظه دي بناخد بالنا ان في حد تاني معاه في الزنزانه اسمه ينسن. ينسن ده حاله من حال توني، وبنعرف ان ينسن ده هو اللي عمل لتوني حته الحديده المدوره اللي على صدره، واللي بيطرح انها عباره عن مغناطيس كهربائي بيمنع الشظايا اللي دخلت في صدر توني انها توصل لقلبه. وينسن قال لتوني: على فكره احنا اتقابلنا قبل كده. فتوني قال له: مش فاكرك اساسا. ينسن قال له: اكيد هتفتكرني ازاي، ده وقتها لما انا قابلتك كنت انت سكران طينه، ومش عارف ازاي انت وقتها كنت واقف على حيلك اساسا. في الوقت ده بتدخل عليهم الناس اللي هم اسرينهم. بيجي واحد منهم بيتكلم معاهم اسمه ابو بكار، كلام كتير يعني كده فحواه ان ابو بكار عاوز توني يعمل له صاروخ زي الصاروخ اللي سلمه للجيش الامريكي، ولكن توني رفض. ده اللي خلاهم مسكوه وعذبوه شويه وقالوا له: ها هتعمل ولا؟ توني قال لهم: مش هعمل. قالوا له: كده يعني؟ طيب انزل في الميه تاني. ها هتعمل ولا؟ توني قال لهم: خلاص هعمل. قالوا له: كده يعني؟ طيب انزل في الميه تاني. المهم بياخدوا توني وبيخرجوه بره وبيوروه حاجات كتيره جدا، منها الاسلحه المصنعه في المصنع بتاعه هو اساسا. ده اللي خلى توني كان مستغرب قوي، اللي هو يعني الناس زيها جايبه الاسلحه بتاعته منين. ولما توني سال ابو بكار: انت جبت الاسلحه دي منين؟ ابو بكار قال له: من حبايبنا، ما تشغلش دماغك انت، المهم انا عاوزك تعمل لي الصاروخ، وبعد كده ابو التناتين هروحك على بيتكم. فتوني وافق. توني بيبدأ يصنع الصاروخ، ولكن توني يعني ما كانش بيصنع الصاروخ فعلا، انما كان بيصنع سلاح علشان يخرج بيه من المكان، وينسن كان بيساعده. والسلاح ده عبارة عن بدلة مدرعة. ولكن برضه توني قبل ما يصنع السلاح ده بيصنع حاجة تانية، الا وهي مفاعل صغير جدا بيطلع طاقة كبيرة جدا، طاقة تكفي انها تنور مدينة صغيرة. توني كان عمل المفاعل ده علشان يستبدله بالمفاعل اللي في صدره، وكمان علشان يغذي البدلة اللي هو هيصنعها، وينسن كان بيساعده. توني قال له: ما قلتليش يا ابو الينسن، هات
انت اساسا منين؟ ينسن قال له من قريه صغيره كده اسمها جولميرا، وقال له انها قريه جميله جدا، وانه يعني ناوي لما يمشي من هنا يرجع تاني لاسرته لانهم وحشينه جدا. توني قال له ما تقلقش، انا هخرجك من هنا وهرجعك تاني لعيلتك، انت بس ايدك معايا علشان نخلص بسرعه. في نفس الوقت ده الناس اللي خاطفينهم بيتفرجوا عليهم في الكاميرات، لكن ما كانوش فاهمين اللي توني بيعمله، وكانوا شاكين ان هو بيعمل حاجه تانية غير الصاروخ، بس مش عارفين يتملكوا عليه حاجه. وتوني بيفضل بقى شغال يوم ورا يوم بيصنع البدله المدرعه حته حته لغايه ما بيخلصها كلها. في الوقت ده الناس اللي خاطفينهم بقى خلاص خلقهم كان ضاق خالص وصبرهم نفذ، ده اللي خلاهم يبعتوا 2 من الرجاله بتاعتهم يستعجلوا توني وينسن، ولكن ما كانوش يعرفوا ان توني حاطط لهم مفاجاه عند الباب الا وهي لغم. واول ما فتحوا الباب انفجر. اما ينسن في اللحظه دي فكان بيساعد توني ان هو يلبس البدله المدرعه علشان يعمل شويه حركات بقى ويخلص على الناس اللي خاطفينهم، لكن الموضوع كان محتاج وقت اكبر، ده اللي خلى ينسن يضطر ان هو يضحي بنفسه علشان يوفر لتوني شويه وقت اكتر. مسك رشاش كده وفضل يلوش بقى يمين وشمال علشان يجري قدامه الناس اللي خاطفينهم، لكن في الاخر ينسن اتفستك. اما توني على الجانب التاني فكان خلاص لبس البدله واتجهز على الاخر، وهوبا كده راح طلع لهم. طبعا هم اول ما شافوه في البدله ما كانوش فاهمين ما هذا بحق الهيل، ولما فتحوا عليه النار وحاولوا يخلصوا عليه طبعا البدله مدرعه، فبالتالي ما فيش اي حاجه حصلت توني. وتوني في المقابل مسكهم كلهم دشملهم، يعني اقل حد فيهم كده اخد كسر في الحوض واللي سمنته بقت في قفاه. المهم يعني على بال ما توني خلص عليهم كلهم ما كانش في حد فيهم في وضعه الطبيعي. المهم توني على بال ما وصل لينسن كان خلاص بيخلص، فتوني قال له انت لسه صرفت من دماغك ليه ما مشيتش على الخطه؟ يا عم اهدى عليه شويه، الراجل بيموت وانت بتأنبه. المهم يعني ينسن قال له انا كده كنت عاوز كده. فتوني قال له طيب واسرتك اللي مستنيينك؟ ينسن قال له اديني رايح ليهم، وده لان بيطرح ان اسره ينسن اساسا اتقتلوا وينسن بعد كده مات، ده اللي خلى توني غضب جدا، وعلى طول بيعلم على رئيس الناس اللي هم خاطفينه، وبعد كده بيخرج لباقيهم وبيخلص عليهم كلهم، وكمان بيدمر كل الاسلحه بتاعته اللي عندهم. وفي الاخر توني طار بالبدله بتاعته، وبيطرح ان توني كان عامل اوبشن كده يعني ليه بيطير بالبدله، لكن ما طارش لمسافه كبيره والبدله بعد كده اتدمرت كلها، بس مع ذلك توني عاش. توني بعد كده بيتمشى شويه حلوين في الصحراء على امل يعني ان هو يلاقي اي حد يساعده ويخرجه من الصحراء، وفعلا توني بيجي له طيارتين تابعين للجيش الامريكي، صاحبه وصديقه عمرو رودي راكب في واحده منهم، وعلى طول راحوا لتوني علشان ينقذوه. وصديقه قال له بقول لك ايه، المره الجايه تركب في العربيه بتاعتي وبياخد توني شاكب راكب كده وبيرجعه امريكا. هناك توني لما بيوصل امريكا بيلاقي بيبر عينيها حمراء من كتر العياط. توني قال لها ايه ده، انا ما كنتش عارف يعني ان انا غالي قوي عليكي كده. بيبر قالت له يا عم تنيل، دي دموع الفرحه بس يعني، لان ما كنتش عاوز ادور على وظيفه تانية. يلا يا سيدي نمشي من هنا، شكلها نعمت معاك على الاخر. توني على طول اول حاجه بيعملها ان هو بيعقد مؤتمر صحفي بيعلن فيه ان هو ناوي يوقف تصنيع الاسلحه خالص. وده ليه؟ لانه شايف ان الاسلحه بتاعته بتروح للمكان الغلط. والخبر ده لما كل الصحفيين سمعته ما كانوش مصدقين ان مصنع ستارك الكبير خلاص هيبطل يصنع اسلحه، المصنع اللي هو شغال من قبل الحرب العالميه الثانيه، ازاي يعني يقفله بكل سهوله كده؟ ولكن في اللحظه دي اوبادايا بسرعه اتدخل وقال للصحفيين ان الموضوع ده لسه فيه كلام، وان اهم حاجه دلوقتي ان توني خلاص رجع بالسلامه. بعد كده اوبادايا بيتكلم مع توني على انفراد وبيقول له في ايه، انت ايه اتجننت ياض ولا ايه؟ مصنع اسلحه ايه اللي نقفله؟ اله يا رب باب عربيه يقفل على صباعك. فتوني قال له على اللي شافه، قال له ان الاسلحه بتاعتهم بتروح للمكان الغلط، وان هو شخصيا اتصاب بصاروخ من صواريخه، وقال له كمان على المفاعل الصغير اللي هو عمله في الكهف هناك وحطه في صدره علشان يمنع الشظايا توصل لقلبه، وكمان وريهوله. فاوبادايا قال له حلو الاختراع ده، طيب بقول لك ايه يا توني، انا بس عاوزك اليومين دول تقعد في البيت وما تعملش اي حاجه وتبعد خالص عن الصحافه، وانا بقى هحاول الم الهرتله اللي انت هرتلتها من شويه دي. يلا يا سيدي غور امشي من قدامي. فتوني بيروح. توني في يوم بعد كده بيستعين ببيبر علشان تغير له المفاعل اللي هو عمله في الكهف بمفاعل تاني هو عامله بجوده احسن. قال لها بص كده معايا وركز يا ست بيبر، انت هتشيل المفاعل داتي وهتحط يدك جوه صدري وهتلاقي جواه شويه نحاس، طلعيهم نبقى نبيعهم ربابيكي ولا حاجه، وبعد كده يركب المفاعل الجديد. ويلا بقى خلصينا، انا دلوقتي بعاني من ازمه قلبيه، الحقيني بالمفاعل الجديد. فبيبر بعد عذاب يعني بتشيل ده وبتركب ده، وبتقول له توني بقول لك ايه، اوعى بعد كده تطلب مني حاجه زي كده تاني نهائيا. فتوني قال لها هعمل ايه يعني، انا ماليش اي حد تاني غيرك. فبيبر بقى اول ما سمعت الكلمتين دول نسيت كل اللي حصل. شوف يا اخي سرق اللي قال مفتاح قلب الانثى في ودانها، اما الراجل في كرشه او معدته مش متاكد. المهم
توني بعد كده بيبدأ يشتغل على بدلة مدرعة من نوع جديد، بمعنى آخر بخصائص أحدث وكمان حجم أصغر. وفي نفس هذا التوقيت الناس اللي كانوا خاطفين توني بيوصلوا للمكان اللي البدلة بتاعته اتدمرت فيه وبيلموها حتة حتة. ولما بنرجع تاني لتوني بنلاقيه مبدئيا كده عمل الأجزاء الخاصة بطيران البدلة، ولما جرب قوة الطيران بتاعتها بنسبة 10% بس رشق في الحيطة. فتوني بيكمل الأجزاء المسؤولة عن طيران البدلة علشان يقدر يتحكم فيها بشكل أكبر. في اللحظة دي بيبر بتجيله وبتقول له بقول لك إيه، أنا غلفت لك المفاعل القديم. توني قال لها ليه؟ ملهوش لازمة خلاص. بيبر قالت له يعني إيه؟ ده التغليف مكلفني 35 جنيه عند أحمد البقال. في اللحظة دي توني بيجرب قوة الدفع بتاعة الطيران فهو اللي بيطير. وفي هذه الليلة بالليل يعني وبضايا بيجي له البيت وقال له ايه يا عم توني ليك فترة كده غاطس قوي. توني قال له ما تغلبنيش معاك، مش انت قلت لي اقعد في البيت وابعد عن الناس والصحافة؟ وبضايا قال له انا قلت لك تبعد عن الصحافة بس، انما الناس لازم تختلط بالناس، لان الناس يا توني بدأوا يقولوا انك انت اتجننت واتصدمت بعد اللي حصل لك، فبالتالي يعني انت محتاج تظهر للناس علشان الناس تدرك انك انت لسه بقواك العقلية. وكمان حاجة تاني، ممكن اعرف يعني ايه الاختراع اللي انت شغال عليه اليومين دول؟ توني قال له بعدين وسابه ونزل. تاني يوم توني بيلبس الأجزاء كلها المسؤولة عن طيران البدلة وبيجربهم بقوة دفع 2.5%، والمرة دي بيطير بانسيابية شوية. ده اللي خلى توني قال كده حلو أوي أوي، يلا بقى نلبس البدلة كلها. ولما توني بيلبس البدلة الجديدة بنلاقي شكلها إيه، واو. وتوني في اللحظة دي قرر إن هو يجرب البدلة، فراح طاير بيها وسط المدينة. وتوني في اللحظة دي ما كانش مصدق وكان فرحان جدا إن هو طاير في الجو يا دوبك ببدلة، ولكن مش أي بدلة، البدلة دي مدرعة ومسلحة. المهم توني في اللحظة دي قرر إن هو يطير بشكل عمودي، بمعنى آخر طاير ناحية الفضاء، وده علشان يشوف البدلة دي هتصمد لغاية فين. ولكن في اللحظة دي المساعد بتاعه اللي هو بالذكاء الاصطناعي واللي اسمه جارفيس بيقول ان البدلة بتاعته مش هتستحمل الطيران بشكل عمودي، وانه قبل ما يوصل للغلاف الجوي البدلة دي هتتجمد. لكن توني ما سمعش كلامه وفضل مكمل طيران لغاية ما فعلا البدلة اتجمدت. فتوني في اللحظة دي بيقول لجارفيس بقول لك ايه، فعل خاصية التخلص من التلج. ولكن توني لم يكن يدرك ان بما ان البدلة اتجمدت كل الأنظمة بتاعتها اتطفت بما فيهم جارفيس. ده اللي خلى توني يتخلص من التلج بطريقة يدوية، وكل ده وتوني كان عمال بيقع بالبدلة وبيقرب من الأرض بسرعة. ولكن على آخر لحظة البدلة بترجع تشتغل تاني وأنظمة الطيران بتتفاعل وتوني بيرجع يطير بالبدلة قبل ما يلمس الأرض بسنتي كده. والمؤكد يعني في اللحظة دي إن توني عملها جوه البدلة. المهم توني بيرجع البيت، وتحديدا عند سقف البيت توني بيأمر جارفيس انه يطفي البدله، والبدله طفت من هنا من تقلها خرمت السقف وكسرت البيت كله. بس ما تقلقوش يعني توني كويس. توني بعد كده وهو في الجراج بيفتح الهدية بتاعت بيبر وبيلاقيها كاتباله على المفاعل القديم انه يعني دليل على ان توني عنده قلب. المهم توني بعد كده بيأمر جارفيس ان هو يدي للبدله لون تاني مع اللون الاصفر ده، وقرر ان هو يحط عليه اللون الاحمر. وتوني بيروح فين؟ بيروح لحفله كبيره مليانه رجال اعمال ومليانه صحافه علشان يبين وشه، وكمان علشان يثبت للناس ان هو لسه بقواه العقليه وانه تمام يعني مش ماشي بيسهل على نفسه. وبضايا شريكه كان موجود هناك، بس توني بيسيبه وبيدخل جوه، وهناك بيقابله واحد من جهه حكوميه سريه اسمه كولسون بيتكلم مع توني وبيقول له بقول لك ايه، احنا عاوزين نحدد ميعاد علشان عاوز اتكلم معاك في شويه حاجات مهمه. توني قال له مفيش مشكله، انا هروح بس للسكرتيره بتاعتي المزه اللي هناك دي علشان نحدد الميعاد بتاعك، يلا بقى سيبك انا كولسون. ولما توني راح لبيبر لقاها لابسه فستان جميل جدا، لدرجه ان توني الفتى اللعوب وزير النساء راح لها مريل، وعلى طول توني راح واخدها علشان يرقص معاها وقال لها حلو قوي الفستان ده. بيبر قالت له ايه عجبك؟ فقالت له على فكره الفستان ده هو الهديه بتاعت عيد ميلادي اللي انا اشتريته على حسابك. توني قال لها ده انا ذوقي حلو قوي على كده. وفضل توني بعد كده يبص لها ويتفحص ويتمحص لدرجه ان بيبر بدات تتكسف. فتوني قال لها بقول لك ما تيجي نخرج بره في البلكونه. ولما خرجوا البلكونه وقعدوا مع بعض شويه توني راح مقرب منها وهي قربت وهو قرب وهي قربت وانا كمان قربت علشان اشوف ايه اللي هيحصل، لكن ما حصلش حاجه. فبيبر قالت لتوني بقول لك ايه لو سمحت يعني انزل هات لي من البار عصير قصب. فتوني نزل البار علشان يجيب عصير قصب. هناك بتقابله صحفيه محنكه شويه بتقول له انت يا عم الزفت انت ازاي الشركه بتاعتك تدي اسلحه للناس الاشرار؟ توني قال لها ايه مفيش الكلام ده. الصحفيه قالت له مفيش الكلام ده؟ طيب بص كده على الصور دي لسه متصوره امبارح في قريه كده صغيره اسمها جولميرا. القريه دي اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت ينسن. وبيطرح ان الناس الشريره اللي هم كانوا خاطفين توني اساسا راحوا القريه دي تاني وبيخلصوا على كل الناس المدنيين اللي هناك بالاسلحه بتاعت المصنع بتاع توني. ده اللي خلى توني اتنرفز وغضب جدا، وعلى طول راح له بضايا واتكلم معاه وقال له ايه ده شايف الصور دي ازاي المصنع بتاعنا بيتعامل مع الناس زي وبيبعت لهم اسلحه؟ انا لا يمكن اسمح بحاجه زي كده. وبضايا قال له وانت مين منعك انك انت تتخذ قرارات؟ انت اساسا يا توني مش موجود طول الوقت. وسابه ومشي وتوني كان واقف بيغلي.
توني بعد كده وهو في البيت بيبص بيشوف الاخبار بتاعت قريه جولميرا، ولما لقى ان فعلا المدنيين اللي هناك بيتعرضوا للخطر بسبب الاسلحه بتاعته، توني قرر ان هو يتحرك، وهوبا كده راح متشالب ودخل في البدله بتاعته وعلى طول طار بيها ناحيه قريه جولميرا. توني بينزل في القريه دي بيشتبك مع كل الناس اللي معاهم الاسلحه بتاعته بيضربوا بيها المدنيين، واللي كان منهم ابو بكار. توني مبدئيا كده بيخلص عليهم كلهم ومش بيتبقى في الاخر غير ابو بكار، فتوني بيمسكه وبيرميه وسط الناس بتوع المدينه وبيقول لهم عيشوا حياتكم. اما هو فبيطير من المكان، ولكن لسه ما كملش السحبه الكاريزماتيه بتاعته من وسط الناس بيلاقي نفسه مضروب بقذيفه من دبابه. فتوني قال بخ 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 بخ. عملها ازاي المجرم اللي في الدبابه ده ضرب قذيفه على هدف بيطير وصابه. انت مين يا عم؟ انت فسيل انت ولا مين؟ المهم توني بيقوم تاني للدبابه بيديها صاروخ صغير كده لبوسه خلى الدبابه دي سماد، وبعد كده بيطير جوه المكان ده وبيدمر كل الاسلحه بتاعته اللي موجوده هناك. توني بعد كده لما بيرجع البيت وكان بيحاول يقلع البدله، في اللحظه دي بيبر بتدخل عليه وبتقول له يا نهار احول، هي الدواير المعلمه في البدله بتاعتك دي مكان رصاص اتضرب عليك؟ توني قال لها ايوه عادي يعني، ولكن كان واضح على بيبر انها خايفه جدا على توني. بنروح تاني للمكان اللي كان توني مخطوف فيه، بنلاقي مين رايح هناك؟ اوبادايا شريك توني، وبيطرح ان هو اساسا على علاقه بيهم. المهم زعيم الناس زي بيهدي لاوبادايا البدله المدرعه بتاعت توني اللي لقوها في الصحراء، وقال له بص يا استاذ اوبادايا، انا هديك البدله دي كهديه تاخدها وتشتغل عليها وتصنع بدل زيها، لكن بعد ما تصنع بدل زيها انا عاوز منك 10 بدل. في اللحظه دي اوبادايا بياخد باله من المكان اللي بيتحط فيه المفاعل اللي في صدر توني، فاوبادايا بيدرك ان البدله دي مش هتشتغل من غير المفاعل ده اساسا. بس اوبادايا في اللحظه دي بيعمل حركه كده، الا وهي انه بيشل الزعيم عصبيا بجهاز معاه كده، واوبادايا قال له ما تقلقش انت هترجع تاني طبيعي بعد ربع ساعه. وبعد كده بيخرج من الخيمه. في اللحظه دي بنلاقي الرجاله اللي جايه مع اوبادايا مثبتين كل الرجاله بتاعه الزعيم وكمان خلصوا عليهم، وبكل بساطه اخدوا البدله المدرعه ومشيوا من المكان. اما توني على الجانب التاني فبيدي البيبر فلاشه المفروض انها بتهكر اي جهاز بتركب عليه. توني قال لها حط الفلاشه دي على اللابتوب بتاع اوبادايا لاني شاكك فيه، وهاتيلي من عليه كل الصفقات السريه بتاعته. فبيبر بتروح الشركه وبتدخل مكتب اوبادايا. في الوقت ده اوبادايا ما كانش لسه راح الشركه، فبيبر بتحط الفلاشه في اللابتوب والفلاشه على طول بتهكره، وبيبر بتلاقي بلاوي. مبدئيا كده بتلاقي اوبادايا شغال على مشروع جديد الا وهو البدله المدرعه، وشغال عليها بشكل سري. كمان بتلاقي فيديو لتوني وهو مخطوف وملمومين حوالين الناس اللي هم خاطفينه، وبيقولوا فيه لاوبادايا انهم ما كانوش عارفين ان الشخص اللي هو باعتهم علشان يخلصوا عليه هو توني ستارك، فكانوا بيقولوا له عدم المؤاخذه يعني انت عليك كده فلوس اكتر، لان ده توني ستارك مش اي حد. طبعا في اللحظه دي بيبر ادركت ان اوبادايا هو اللي كان اساسا ورا الموضوع ده، وكان عاوز يخلص من توني ستارك علشان يستفرد بالشركه لوحده. فبيبر بتنسخ كل الملفات دي، واثناء ما كان النسخ شغال اوبادايا بيدخل المكتب. ده اللي خلى بيبر في اللحظه دي كانت حاطه ايديها على قلبها ودارت الفلاشه علشان اوبادايا ما ياخدش باله، وكمان بسرعه راحت جايبه سطح المكتب علشان اوبادايا ما يشكش في اي حاجه. وبعدها دردشت شويه معاه وكأن يعني ما فيش اي حاجه لغايه ما النسخ بيخلص. فبيبر من غير ما اوبادايا ياخد باله بتسحب الفلاشه وبتخرج من المكتب، ولكن بعدها اوبادايا بيعرف انها نسخت كل الملفات اللي عنده، فبسرعه خرج وراها علشان يمسكها. بس من حسن حظها ان العميل كولسون كان مستنيها في الشركه علشان ميعاده مع توني كان في الوقت ده. فبيبر استغلت وجوده وقالت له امشي معايا وجنبي دلوقتي فورا وانا هخليك تقابل توني. اما اوبادايا لما شافها ماشيه مع العميل كولسون ما قدرش طبعا يجي جنبها وسابها تمشي. وبضايع بعد كده بيروح لشويه مهندسين وعلماء كان طالب منهم ان هم يعملوا له مفاعل صغير زي اللي توني عامله علشان يحطه في البدله المدرعه ويشغلها، ولكن العلماء والمهندسين كلهم ما كانوش عارفين يعملوا المفاعل ده، اللي خلى وبضايع يتعصب جدا وقال لهم في ايه ياض انت وهو ده توني عمل المفاعل ده وهو في الكهف بشويه خرده، وانتوا هنا معاكم كل المعدات وكل العناصر ومش عارفين تعملوا المفاعل يا شويه فشله. قوم وبضايع بيعمل ايه؟ بيروح لتوني البيت وعلى سهوه كده بيشله هو كمان عصبيا بالجهاز اللي معاه وبينتزع المفاعل من صدره، مش فارق معاه اذا كان توني يموت ولا يعيش. كمان بعد ما اوبادايا اخد المفاعل بيقول لتوني ان هو ناوي يخلص على بيبر هي كمان لانها دلوقتي عارفه عنه حاجات كتير، وبيسيب توني وبيمشي. في اللحظه دي بيبر كان بترن عليه ولكن توني مش بيرد، فبيبر بتكلم رودي وبتقول له يروح لتوني بسرعه البيت علشان يطمن عليه. اما هي فبتاخد العميل كلسون وشويه رجاله تانيين وبيروحوا الشركه علشان يقبضوا على اوبادايا. اما توني على الجانب التاني فبينزل بسرعه للمفاعل القديم اللي بيبر احتفظت بيه
سلفتهوله، وتوني بسرعه بيركبه. ولما بنرجع لأوبادايا مره تانية بنلاقيه بيركب في البدله بتاعته المفاعل اللي سرقه من توني، والبدله بتشتغل. في اللحظه دي أوبادايا بيحس ببيبر وكولسون داخلين عليه علشان يقبضوا عليه، فبسرعه بيلبس البدله. اما توني على الجانب التاني فهو كمان بيلبس البدله بتاعته. وفي الوقت ده كان صديقه رودي وصل له علشان يعني يطمن عليه، لقاه زي الفل يعني والدنيا تمام. اما توني فعلى طول لما بيلبس البدله بيروح بسرعه على الشركه علشان يلحق بيبر. اما أوبادايا على الجانب التاني فكان لابس البدله بتاعته وراح مخلص على كل الرجاله اللي مع كولسون، وبدا بعد كده يطارد بيبر لغايه ما في الاخر زناها وكان خلاص على وشك ان هو يخلص عليها. في اللحظه دي توني بيوصل للمكان وعلى طول بيشتبك مع أوبادايا من قبل ما يخلص على بيبر، وهاتك بقى دك دعك ضرب طرش نف رشح لغايه ما هما الاتنين طرشموا بعض. ولكن توني علشان شغال على المفاعل القديم ما كانش قادر يتصدى لأوبادايا، ده اللي خلاه يطير من أوبادايا علشان أوبادايا كمان يطير وراه، وطلع بيه ناحيه الغلاف الجوي علشان أوبادايا يحصل له ايه، يتجمد. وهو ده اللي حصل فعلا لأوبادايا، وبيقع بالبدله بتاعته. ده اللي خلى توني في اللحظه دي يتنفس الصعداء لان الطاقه بتاعه المفاعل بتاعه كانت خلاص شبه انتهت. فتوني حبه حبه كده بينزل تاني لغايه الشركه. في اللحظه دي اتفاجئ بأوبادايا برضه جاي له تاني، اتاريه لسه عايش. طبعا في اللحظه دي البدله بتاعه توني كانت خلاص يعني بتفنش، ولكن توني كان بيشتبك معاه بذكاء. وفي اللحظه دي كلم بيبر وخلاها تخش الشركه جوه وتزود الحموله على المفاعل الموجود في الشركه، وده علشان توني عاوز المفاعل ده ينفجر، تحديدا ينفجر في أوبادايا والبدله بتاعته. واثناء ما كانت بيبر بتنفذ اللي توني قال لها عليه، توني في نفس الوقت ده كان بيشتبك مع أوبادايا لغايه ما المفاعل انفجر. والمفاعل لما انفجر طلع شحنه كهربائيه كبيره جدا، فضلت تزغزغ أوبادايا تحت بطاطه لغايه ما مات من الضحك. فأوبادايا بيقع بالبدله بتاعته على المفاعل تحت، فالمفاعل بينفجر وأوبادايا اصبح باربيكيو، والليله دي بتعدي. توني بعد كده بيتعمل له مؤتمر صحفي علشان يطلع يوضح فيه اللي حصل بالظبط في شركته. في الوقت ده العميل كالسون بيجي له وبيقول له ان هو هيقول ان هو ما كانش موجود اساسا في الشركه في وقت الحادثه ولا حتى في المدينه، انما كان على اليخت بتاعه. اما بالنسبه لأوبادايا فهو كمان كان في رحله، ولكن الطياره الخاصه بتاعته يعني حصل فيها عطل كده ووقعت. بس كده يا ابو التنهات، انت كل اللي عليك انك تقرا الكلام اللي مكتوب في الورقه اللي انا مديهولك، ما تجودش من عندك، احنا ضغطنا عالي. ولكن في اللحظه دي بناخد بالنا من توني كانت عاجباه صوره كده للبدله بتاعته حد مصورها له ونازله في الجرايد ومكتوب عليها ايرون مان، بمعنى الرجل الحديدي. توني كان عاجبه الاسم كده، فلما بيخرج بعد كده للمؤتمر الصحفي توني على طول كده بيقولها وش، قال لهم انا الرجل الحديدي. في اللحظه دي الدنيا كلها بتقوم مش بتقعد، بس لغايه هنا للاسف يعني الحكايه بتنتهي. ولكن قبل ما تنتهي يعني في يوم من الايام بعد اليوم ده، توني وهو راجع البيت بيلاقي حد غريب جوه البيت عنده. فتوني بيقول له انت مين ياض ودخلت هنا ازاي؟ الشخص ده بيقول له ان هو اسمه نيك فيوري، وده يبقى رئيس منظمه اسمها منظمه شيلد، واللي بالمناسبه يعني شغال فيها العميل كولسون. المهم فيوري بيقول لتوني ان هو جاي له علشان يتكلم معاه في مبادره اسمها مبادره المنتقمون. ولغايه هنا المره دي بجد يعني الحكايه بتنتهي. لو انت اول مره تسمعني مش مشترك في القناه فيا ريت تشترك وتفعل الجرس علشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل. وبعد ما تشترك كده وتنور القناه جنب كلمه مشترك هتلاقي علامه الجرس، دوس عليها واختار الكل او اول. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.